يا مساء الخير. عايزين قبل ما نتكلم عن الاستثمار بالتفصيل نفسره هو الأول كتعريف ونقارنه كمان بالتجارة عشان نعرف ايه الفرق ما بينهم والأفضلية لمين عشان نبدأ فيها. فمبدئيا كده، يعني ايه استثمار؟ قالك الاستثمار هو لما تشتري أي أصول تحافظ على قيمة الفلوس دي وتزيد كمان في المستقبل من قيمتها، وده من خلال زيادة قيمة الأصل نفسه اللي هي الفلوس. يعني مثلا اشتريت شقة بنص مليون، بعدها بسنة ولا اتنين سعرها في السوق بقى مليون ونص، وسواء انت بعتها او فضلت ساكن فيها او ما قعدتش فيها ويوم واحد حتى، يبقى انت كده كده مستثمر، والعملية دي اسمها استثمار. بس كده؟ لك لا، ده كمان ممكن تأجر الشقة دي في الفترة اللي انت عايزها ويبقى مصدر دخلك شهري او سنوي او حتى بالموسم زي شقق السخنة والساحل وهكذا، وبرضه اسمه استثمار. طيب ده كان مثال بسيط لتوضيح الفكرة طبعا، وبالمثل تنفذها على أي نوع من أنواع الأصول أو شهادات بنوك أو غيره. التجارة هي عملية شراء وبيع أو تبادل السلع بشكل عام بين طرفين، في واحد بايع وفي واحد شاري. يعني مثلا عندك تاجر فاكهة اشترى من المزرعة 50 كيلو تفاح، راح باعهم على العربية أو في المحل بتاعه وخد حقهم. لو هما مثلا ب1000 جنيه وهو باعهم ب2000، يبقى كسب عليهم ال1000 جنيه دول. طيب إيه الفرق هنا ما بين الاتنين بقى، ما بين التاجر والمستثمر؟ مبدئيا كده، المستثمر مش لازم يشتري المنتج نفسه أو البضاعة نفسها اللي هتتباع بعد كده وتعمل ربح أو خسارة، لكن فلوس المستثمر هنا تعتبر شراكة في رأس مال الشركة أو المحل أو الكافيه أو whatever هي إيه، يعني عربية الفول حتى، عشان بعد كده الشركة أو whatever هي إيه برضو تستغل الفلوس دي أو فلوس المستثمرين ككل وتشتري بيها البضاعة أو الآلات والمعدات، أو تفتح حتى فروع جديدة وتتوسع وهكذا. وساعتها الفايدة بتعود على المستثمرين كلهم من خلال زيادة قيمة الشركة نفسها بسبب أرباحها طبعا، أو زيادة أصولها بشكل عام. اشترت أراضي أكتر، علت من رأس مالها، فكل ده بيصب على رأس مال الشركة، وبالتالي الشركة لما قيمتها بتزيد السهم بتاعها بيزيد، وبالتالي كمان سعر السهم بيزيد في السوق. فالقيمة هنا حاجة والسعر حاجة، ولازم ما نخلطش ما بينهم. مثلا أنا معايا موبايل قيمته 20,000 جنيه، بس هو سعره في السوق 40,000 جنيه، مش معنى كده إن قيمته 40,000 جنيه. خلاص، ففي فرق ما بين الاتنين، وده اللي بيحصل دلوقتي في سوق العربيات، سوق الموبايلات، في كل حاجة عامة. الحاجة بتغلى كتير جدا عن القيمة بتاعتها. طيب المستثمر ما بيحملش هم البضاعة، ودي حاجة كمان، دي نقطة كمان. يعني البضاعة هتيجي منين، هتيجي بكام، وهتتخزن فين، هتتباع ازاي، العمال بقى هياخدوا اجورهم منين. كل الصداع ده عامة، او الهيدك بتاع التنظيم والإدارة عامة، دي اللي بيقوم بيها مدير الشركة أو التاجر أو اللي هو صاحب الفكرة عامة، صاحب المشروع. لكن برضو المستثمر لازم يكون ليه نظرة على شوية حاجات كده في الشركة، هنبقى نتكلم عنها طبعا في حلقة تانية إن شاء الله بالتفصيل. لكن غير كده، فالتاجر أو رجل الأعمال ده هو اللي بيشيل هم كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها وأكتر بكتير جدا، عشان يستغل موارد الشركة بتاعته ويعطي كل ذي حق حق من طبعا المستثمرين. ونقطة بقى مهمة جدا سريعا كده برضو، التاجر حاجة وصاحب المشروع حاجة تانية خالص. يعني ايه؟ يعني انا قدامي واحد صاحب فكرة، صاحب فكرة مشروع، وعندي واحد تاجر. هنقول مثلا، ندي مثال على منتج بسيط في الفاكهة، حتى الليمون او برتقال ليمون، تمام. عندي تاجر راح اشترى، تاجر تجزئة راح اشترى ليمون من التاجر الجملة مثلا او من المزرعة وباعهم، خلاص ده كده كسب او خسر منهم فهو تاجر. طيب انما لو راح جاب الليمون وعمله عصير باعه للناس وكسب او خسر برضه، فده كده اسمه صاحب مشروع مش تاجر. لكن احنا طبعا هنا لما بنقارن، احنا بنقارن ما بين المستثمر وبين التاجر وصاحب المشروع مع بعض. يعني احنا بنقارن الاستثمار بين الاتنين مع بعض، لان الاتنين شبيهين شوية عن المستثمر. وفي شركات كتيرة جدا مدرجة في البورصة دلوقتي بتجمع بين الثلاث أنواع دول. يعني ممكن الشركة تجيب بضاعة من مكان وتبيعه في محلي أو تبيعه بره، ودي تبقى تجارة. ممكن تحوله لمنتج آخر، ودي تبقى فكرة مشروع. ممكن كمان تستثمر فلوسها في مشاريع أخرى، وممكن تعمل الثلاثة مع بعض. فاحنا كده اتكلمنا عن الثلاث حاجات في شركة واحدة. الملخص طبعا ان التجارة تعتبر مربحة اكتر من الاستثمار، لكن ده لو صابت وبعت البضاعة بسعر مناسب جدا، فساعتها هتكسب كتير جدا في وقت قصير، زي مثلا
تصنيع الكمامات او التجارة فيها في وقت الكورونا، فأكيد كنت هتبقى مليونير في ظرف شهر ولا اتنين. لكن الاستثمار ممكن يبقى مربح أكتر بكتير جدا من التجارة لو أنت مركز وعارف أنت بتعمل إيه كويس، وعندك القدرة فعلا على التنبؤ بالسوق عشان تكون راكب الموجة من قبل ما الموجة أصلا تبان لعامة الناس، أو تستثمر على المدى الطويل. وبعد فترة هتلاقي طبعا عائد محترم جدا جاي لك سنويا. فالحاصل أو الهيدك اللي أنت بتاخده من المستثمر دلوقتي عشان تبقى مستثمر كويس، بعد كده مش هيبقى هادك تماما، هتبقى قاعد بتقلب في التلفزيون ومجرد بس ان في فلوس داخلالك اول باول. فده طبعا بعد فترة كويسة من الاستثمار. والاستثمار طبعا في شركات انت عارف كويس ان الشركة دي بعد 5 سنين هي هتبقى شركة في حتة تانية. يعني مثلا ممكن تدي لنفسك مثال لشركة كوكاكولا مثلا، لو استثمرت فيها من 10 سنين، فانت اكيد دلوقتي هتبقى قاعد مش حامل هم اي حاجة خالص، في فلوس داخلالك اول باول. بالنسبة بقى للمخاطر، فاكيد التاجر او المستثمر عليهم مخاطر كبيرة جدا، لكن من وجهة نظري التجارة اخطر بكتير من الاستثمار، لانها بتعتمد على التغيير في اسعار السوق يوميا. ممكن تشتري بضاعة بتمن وتيجي تبيعها تخسر فيها لو بعتها مثلا بسعر السوق في الوقت الحالي، فتضطر تستنى كام يوم في السوق، فاجئ ان السعر بينزل اكتر، والبضاعة اللي معاك ممكن تبوظ مثلا لو كانت نوع من انواع الاكل او الشرب، ممكن تكلفك اكتر لو كانت تكلفة تخزينها كبيرة. يعني لو واحد تاجر مثلا جايب بضاعة من بره، مستورد، وجاب بضاعة من بره وما قدرش يدخلها من الجمارك، هيضطر ان هو يدفع عليها ارضية اغلى بكتير من ثمن البضاعة نفسها، فهيضطر ان هو يتلف البضاعة ويخسر كل فلوسه. وكل ده ما بيتمش في اكتر من اسبوع، ما بياخدش وقت. ليه؟ لانه لما بيجي يحسبها بيقول خلاص انا خسرت كده البضاعه، فخلاص يتلف بقى البضاعه او يتخلص منها باي شكل من الاشكال، او حتى يرجعها او يهربها، يشوف بقى هو هيعمل فيها ايه. وبالمثل طبعا لو تكلفه تخزينها في البلد غاليه. لكن والله لو انت مستثمر سهم نزل بيك يومين 10 شهر سنه، انت برضو مفيش جنيه هتدفعه زياده، ده غير انك بتعوض من خلال ارباح الشركه اللي بتتوزع. يعني حصل كتير جدا ان مستثمرين كبار يكون السهم بتاعهم سعره نازل سابع عرض، ولكن في نفس الوقت داخل لهم عوائد سنويا من نفس الاسهم دي. طيب هتقول لي ازاي يحصل حاجه زي كده؟ اقول لك لان سعر السهم في السوق لا يدل عن قيمته او غير مشروط في قيمته، لان في مؤثرات كتير جدا تانية ممكن تغير في سعره غير قيمة السهم، ودي قصة تانية بقى هنناقشها ان شاء الله في الحلقات القادمة يعني. لكن ما تنساش تكتب النقط المهمة من الحلقة دي ورقة، ذاكرها كويس، خليها في جنب عشان بعد كده هتفيدك اكتر واكتر لما نخش في الجد ونخش في الحلقات اللي جاية. الى لقاء اخر ان شاء الله، السلام عليكم.